السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو نفسك بقى تاكلي فراخ محشيه وما بتعرفيش تحشيها او بيطلع معاكي الرز ني، تعالوا بينا نعملها في صينيه واحده زي ما انتم شايفين طالعه عامله ازاي. تحفه. وفي نفس الوقت بقى عايزين نخلص اكلتنا بسرعه، الجو حر جدا والمطبخ اليومين دول ولع نار. بصي، بصلتين كده ضربتهم في الكبه او بشوريهم، عليهم ملح وفلفل اسود ولورا وحبهان وكزبره وكمون وفلفل اسود زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى مقلباهم مع بعض كويس بالشكل ده كده، او امسكيهم كده بايديكي امرتيهم لغايه بقى ما تطلعي ميه البصل. بصوا بقى يا حبايبي، معايا فرخه كده متوسطه نضفناها طبعا بالملح والليمون والدقيق، وزي ما انتم شايفين كده انا مقطعه. بصوا المفاصل، كل مفصل كده رحت شرطها بالسكينه علشان ايه تستوي معانا بسرعه. وانزل بالتتبيله دي كده واتبل الفراخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى جايبه ايه الصينيه اللي هعمل فيها الوصفه واحطها على النار كده تسخن. خلاص يلا بينا. هنا كان معانا كمان القناصه والرجلين والرقبه، كله كده زي ما انتم شايفين في زيت سخن. هنزل بقى كده زي ما انتم شايفين بالفراخ بتاعتنا، عايزه اديها كده صدمه. وبقيه التتبيله كده هتبقى لسه معايا. بصوا زي ما انتم شايفين بقيه التتبيله موجوده كده على جنب. وكده بقى بعد ما خدت صدمه على الوش ده اروح قلبها على الوش التاني. عايزه اقول لكم انا مش هحمرها، انا بديها صدمه بس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. خلاص يلا بينا بقى اقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص كده انا منزلتش بقى يا جماعه بالبصل في الاول عشان ما يحرقش معايا. زي ما انتم شايفين هنزل بقى بكميه البصل اللي موجوده معانا من التتبيله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى مقلباهم ونازله عليهم بقى بكميه ميه مناسبه، واسيب الفراخ بتاعتي دي كده لغايه اما تستوي. وبعد كده تعالوا نقول هنعمل ايه تاني مع بعض. اغطيها بقى واسيبها زي ما بقول لكم كده تستوي مع نفسها. عايزه بقى الفراخ دي تستوي خالص بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. خلاص يلا بينا. استوت بقى الفراخ معايا، هروح شايلاها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده وركناها على جنب. ونازله بقى بكميه الرز المناسبه مع كميه الشوربه اللي موجوده معانا دي، الشوربه بقى المطعمه والشوربه بقى اللي فيها كميه بصل وبهارات. عايزه اقول لكم بقى الفرخه كده خدتها بطماطمايه مبشوره وملح وفلفل اسود ومعلقه سمنه. وبعد بقى ما الرز بتاعنا كده اتشرب وداخل كده على نص سوا، هروح ضايفه عليه بقى ايه الفراخ. حابه تحطي الفراخ دي كده في الفرن بالتتبيله بتاعتها تتحمر ماشي، مش حابه تعملي زي كده انزلي بقى بالفراخ اللي انت شايفاها دي كده. واي حاجه كده من الصوص اللي تبلنا بيه انزلي كده على الوش. وغطي بقى الفراخ بتاعتك على ربع ساعه كده على عين البوتاجاز. وبعد كده تعالى اقول لكم احنا بناكل معاها بقى شويه ملوخيه كده كمان. عايزه اقول لك لما نعمل الرز المرتة ده لازم اعمل جنبه شويه ملوخيه، وهو ده بقى كده اكل الصيف الخفيف اللي يعتبر بقى خفيف بالنسبه لنا في الصيف. وبتطلع معانا بالتحفه دي. بعد بقى ما استوت دخلتها تحت الشوايه وخدت اللون الجميل ده. يلا بينا بقى نغرف اكلتنا ونشوف الرز المفلفل بتاعنا. وكده بقى عملنا ايه فراخ محشيه في الصينيه. بصوا بكل سهوله كده بقى، ولا الفراخ بقى تطلع معاكي نية ولا الرز يطلع معاكي مش مستوي. عايزة اقول لكم وصفة خطيرة. بصوا الرز الحشو او الرز المرتة. بصوا الفراخ كمان عايزة اوريكم السوا بتاعها بقى وشوية الملوخية. وكده اكلة خفيفة من اكلات الصيف زي شايفين يا جماعة سوا الفراخ. ويلا بينا بقى نحط عليهم بقى شوية ملوخية ومعلقة رز بالملوخية بالفراخ. ودي اكلة مفضلة عند الجميع. يلا بينا بقى ما اقول لكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.